ازيكم؟ تعال اما اقول لك انواع البانوهات اللي ممكن تركبها في الشقه لما تكون انت عايز تعمل نيو كلاسيك او كلاسيك. طبعا في ناس بتركبها في المودرن وهي بتمشي على اي ستايل، بس في الغالب بتكون في الكلاسيك او بتكون في النيو كلاسيك. اول نوع اللي هقول لك عليه هو الجبس. الجبس بيتشكل بسهوله، ممكن تعمل بيه اي شكل او اي ديزاين او اي تصميم عاجبك في اي صوره انت شفتها. بس دي مميزاته. بالنسبه لعيوب الجبس ان هو ممكن يتكسر بسهوله، ان هو بياخد وقت كبير جدا قبل ما ينشف، ممكن يصل لاسبوع. بيحتاج بعد كده يتصنفر ويتساوى، ولازم يكون النقاش كويس عشان يظبطه، عشان يظبط الحروف بتاعته. دي اول حاجه. الحاجه التانيه في الخشب. الخشب بتكون خامته قويه وبيكون متين، تقدر تعمل بيه اشكال كتير وسهل التشكيل. لكن لازم ان هو يتصنفر كويس جدا ويتساوى الحواف بتاعته. ومن عيوبه ان هو غالي شويه وبيدهن بكذا طبقه. الحاجه الثالثه الفيوتك. الفيوتك ده بيكون جاهز. هو من اهم مميزاته ان هو بيكون سهل وخفيف وتقدر تشكله زي ما انت عايز، بس مشكلته ان انت محدود بالاشكال اللي هي موجوده. الاشكال اللي موجوده ما ينفعش يتشكل زي الجبس مثلا، ما ينفعش يتشكل زي الخشب. بس هو في اشكال كتير ممكن تختار منها وممكن تعمل منها. وهو بيكون انت ممكن تحط عليه خامه تانية اسمها جي ار بي علشان تعمل بيه التيجان بتاعه الكلاسيك. هو ما بيتاثرش بالحراره ولا بالبروده، وانا بنصح بيه. بالنسبه للفيوتك، الفيوتك احسن واسهل وانضف وما بيبهدلش الدنيا. بس لازم يكون الصنايعي ظابط ايده كويس جدا في ان هو لما يعمله الحروف بتاعته يكون ظابطها، وطبعا بيجي النقاش يصنفرها كويس جدا عشان تديني في الاخر الشكل اللي انا عايزه. بس هو اشكاله اللي هي اللي موجوده في السوق، ما ينفعش تشكله زي الجبس. اشوفكم الحلقه الجايه.